أصغوا لي واسمعوا يا زمالة، وخليفة الوالد فوق كوم الزبالة. محجوب كلموه وفات مشان مستعجل قبل ياخذ سؤاله بفض طلقة التم بعياله. بعد ما ضبحوه ويتلموا الرجالة، وكل الشاف لقوطة سميني شالة. أخويا الليلة شغال في مجلالة، وقال ناولوني معون حتى كان شوالة. طيب الأغنية دي منولوج يتغنى بها الراحل المقيم الفنان الفنان عثمان اليمني. ويمكن دي واحدة من الأغنيات الخفيفة جدا في روح فكاهي تغنى بها عثمان اليمني. ترجع أحداث القصيدة الواقعية دي، لأنه كان في واحد اسمه عطا، وعطا ده من أبناء الولاية الشمالية منطقة القرير، كان بيسكن في منطقة العزوزاب المعروفة في شجرة. وعاطا ده كان شغال بنا. يوم من ذات الايام كان عاجن له زباله، ونحن كلنا عارفين انه الزباله دي بتتعجن عشان تكون جاهزه في فصل الخريف. والحاجه دي بيعرفوها الناس في الارياف اللي عندهم بيوت من طين. عجن الزباله عندهم جيرانهم، عندهم كلبه ولدت فوق الزباله دي. فكان في واحد اسمه محجوب ده جار ناس عاطا برضه. بعد ذاك ولده بقي شاغل في الكلبة الوالدة، فقامت الكلبة عضته، لأنه الكلبة الوالدة بتكون شرسة جدا. فلما كلموا أخونا محجوب، ومحجوب هو كان شغال في الشرطة، جاب بندقية خرطوش وقتل الكلبة. طوالي أخونا عطا حزن للموضوع ده حزن شديد جدا، وكتب طوالي أصغوا لي واسمعوا يا زمالة، وكلبت الوالدة فوقكم الزبالة. محجوب كلموه فات مشاله مستعجل قبل ياخذ سؤاله بفض طلقة التم لعياله. بعد ما ضبحوه وتلموا الرجالة، ودخل جيرانه كله في الموضوع ده، في موضوع القصيدة، لأنهم جيران هم كانوا برضو من منطقة الشمالية، من أبناء القرير. وطبعا نحن عارفين إنه أهلنا في الشمالية بيسودهم دائما روح الدعابة. معروف أهلنا في شمال السودان بخفة الظل والدعابة، وكثير جدا من ظرفاء المدينة اللي حنتكلم عنهم إن شاء الله في حلقات قادمة، أمثال الراحل المقيم إبراهيم الزومة، وأمثال عمنا محمد جبر كدكي ربنا يديه الصحة والعافية. فدخل الجيران والأعمام كلهم في موضوع القصيدة ده. فقام شال القصيدة أداها لعثمان اليمني، وعثمان اليمني كان برضو كان بيسكن في منطقة العزوزاب. الكلام ده في ستينيات القرن الماضي قبل ما يرحل في جبرة شمال. فقام اليمني غنى الأغنية دي، فقام الجماعة اعترضوا اللي هم الأعمام أو الشخصيات الداخلة في موضوع القصيدة. فقاموا قالوا لعطا لا بد إنك تدخل نفسك وتدخل عثمان اليمني في الأغنية دي. فقام قال عطا للحم قرمان وقايد القايدي عثمان، اللي هو عثمان عبد الرحمن، هو عثمان اليمني. الرحمة والمغفرة لهم جميعا ولكل الناس اللي ذكرت في هذه الأغنية. ألغينا بالضوء على هذه الأغنية كواحدة من الأغنيات اللي يتغنى بها الراحل المقيم عثمان اليمني. وكل ما هو قادر لا نضر، وكله خلو والما باقي شر، وبعد الحق في منديل وصر، اللي يعضي ولادنا لابد من نضر، اصل سعر الحايم الله يكافي شره. الله 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 اللي